أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، الحقوق ديالهم. ما تنساوش دعموا لنا القناة، ولا بغيتي تكون من ابرز المعجبين ما عليك الا الضغط على زر لايك وايضا الاشتراك. وبالنسبه للناس اللي باقي ما اشتركوش كنطلب منهم الاشتراك فضلا وليس امرا. يلا التحقوا بنا. هي الزوجه ديالنا، هي بنيتنا، يعني خصنا هذه اهم شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم من اعطى اكبر مثل على الزنا، قال لي اترضى هذا لاختك او لامك. يعني وفي عمره 5 سنين وفي عمره 4 سنين كتلقاه في الزنقه حتى 9 الليل كيلعب كره وتيلعب مع الدراري، هذاك الولد ما مربيش. دير الجزاء ديالك في حق دوك الاطفال اللي داك المعاناه اللي كيعانيو معاك. كوني على يقين داكشي اللي كديري للوليدات كلشي مسجل وكلشي نزل عند وكيل الملك وعند وكيل العام. السلام عليكم. الخوت بين ولينا. خصنا نغنيو على الغيوان هادي والله، خصنا نغنيو على الغيوان. الناس تقلقات بزاف بسبب الفيديو اللي بانوا فيه الشباب كيتحرشوا بديك اش غنقول الاخت، اش غنقول الصديقه، اش غنقول رفيقه، اش غنقول اش غنقول ما عرفتش انا. يعني العقليه امتى غتقدموا بالعقليه ديالكم؟ يعني امتى غادي تكونوا متقدمين كما تدعون؟ الصراحه خرجوا ناس بزاف، ناس مؤثرين، فنانين، مواطنين، يعني كيعاتبوا على هذا الشيء اللي طرا لهاد الفتاه هادي كما غنسمعوا في هاد الشهاده ديال هاد الاخت هادي. وحدك في غابه، هذا ما هو الا دليل على انه الانسان الخبيث اذا لقى الظروف الملائمه غادي يحيد لك الصايه ويتحرش بك ويحيد لك رزقك ويحيد لك السعاده ويحيد لك الصحه ويحيد لك الراحه ديالك ويخليك كتركن ومازال ما يبردليش القلب. دابا بلا شك انت اللي كتفرج فيا فكرتي في شي واحد باغي فيك بهذه الطريقه وما لاقيش منين يدخلك، هذا هو الفرق. والصراحه راه بعض المرات كتلقى اقرب الناس يعني ليك وما لقاش منين يدوز ديك، ولقى منين يدوز ديك العنقره ديالك غيطيرها لك. مع انه 90% البنات والعيالات في المغرب ما غاديش يلبسوا داك اللباس، ما غاديش يخرجوا في نصاصات الليل، ما غاديش يشوفوا قشله ديال الدراري ويكملوا طريقهم. كنفكر قبل ما نهضر. والله اختي لا انا بحالي بحالك كنفكر قبل ما نهضر، ولكن التفكار سالا ليا مع هاد الناس هادو تقادب صافي ولا عندي تفكار ماشي بيريمي ولا ليميتي. مساء الخير يا للرواح. السلام عليكم. اش واقع في طنجة الخوت؟ والله الا بحالنا بحالك اخويا، طلع داك الفيديو شناه ما فهمنا والو وما عرفنا والو لحد الان، ما زلنا كنبحثوا باش نعرفوا علاش الشباب داروا هذاك التصرف الطائش. هي وتكرفسوا عليها وعراوها واش هادشي يا صاحبي؟ ولا ما تساني حلو ما علينا ما بينا، كنا مريحين قالوا لنا نوضو تشوفوا واحد الفيديو، تلقينا داك الفيديو ديال ديك السيده اللي عراوها. تشوف اخويا دخل عليك بالله قال لك هادو بغاو يمشيو لاوروبا. جلسوا في المغرب، اش تمشوا ديروا في اوروبا؟ من لا يمشوا اوروبا ويبان لهم اصاحبي في البحر البزاف. صافي هنينا دا خويا المونتاج صافي السيد راه تقلق بان ليا تعصب لان الموضوع فيه تقلاق وتعصب. اش التخلفين عن كعيتونا صاحبي. وهو الصراحه من واحد الناحيه يعني الفيديو علاش غضب الناس بزاف، علاش كع الناس بزاف على قبل هادشي اللي كيما كنشوفوا دابا في المشهد. الناس غادا جايه، يعني ناس غادا جايه حتى واحد مول السياره داز. علاش ما تهبطش انت من الطوموبيل تهبط وتعتق ديك الدريه؟ علاش؟ وواحد جوج مريحين كيشوفوا ديروا بلاصتكم تكون اختكم هذيك. والافظع واللي غادي تشوفوا في الفيديو هو ديال البعلوكات، يعني جوج مراوشات يعني دريات يعني بحالهم
بحال هذيك الدريه كبيره تا هما غادي يوصلوا لذاك لاج وتا هما غيطرى لهم نفس الديكور ويقدر يطرى لهم كثر كاع. حنا كاملين كنتذكروا يعني الفاجعه ديال او نفس الامر اللي كان طرا في مكنتش عاقل واش في الشمال ايضا. السيده اللي كان هز لها داك السيد الكبوط ديالها او الجلباب ديالها وصرفقها في المؤخره ديالها، ها هي دازت الوقت تعاودت عاوتاني نفس الديكور. اذا هاد الناس راه خصهم عقاب رادع، ويكون يكون هذاك العقاب قدوه لجميع لاي واحد يعني يتجرأ يدير بحال هاد الافعال هادو او التصرف. حنا يلا قلنا يلا جبنا السيره ديالها كما هاد التصرف هذا اللي اثار ردود افعال خايبه بزاف لدى رواد مواقع التواصل ملي شافوا هذا الفيديو انتشر على شكل واسع. يعني هو كيقول لك راه الام ديالو، وكاين بعض التعاليق اللي كيقول لك حكا راه غير مربيه ماشي الام ديالو، و كي كانت مربيه كي كانت الام ديالو. يعني انا كيبان لي يعني تصرف ناقص، يعني ما جاتنيش انا بواحد يعني حتى لو كنتي يعني معزه بدون تصوير، يعني بدون اخذ صور ولا سميتو اللي غادي تلقى واحد ردود افعال خير. ايضا العقل الالكتروني امين رغيب، وايضا سعيد نصيري الفنان ديالنا القدير المحترم الكبير تا هو خرج يعبر عن الراي ديالو عن المشاهد اللي شافها على اثر الفيديو الغير محترم بتاتا على الفتاه ديال طنجه. وصراحه عبروا على الراي ديالهم بكل شفافيه. المشكله في العقليه وفي التربيه، والمشكله في الوالدين اللي كيولدوا تيطلقوا تيولدوا ما تيربيوش. ملي كتشوف الدري في عمره 6 سنين وفي عمره 5 سنين وفي عمره 4 سنين كتلقاه في الزنقه حتى 9 الليل كيلعب كره وتيلعب مع الدراري، هذاك الولد ما مربيش والوالدين. الحديث هذا ولكن يؤسفني اننا نشوف بحال هاد الحاجه، ولكن هادو تيبقاو ديكا ايزولي ما خصناش نعموهم، فكيبقاو زعما طوارئ اللي كيوقعوا في اي بلاد. فبعض الاحيان ماشي من اخلاق المغاربه. شو المغربي ما كيرضاش حتى يشوف في المراه الا كانت كيحترمها وتيقدرها، خصوصا حنا بنت الدرب عندنا كانت بختنا وما عمره ما كان عندنا، فكيوقعوا بعض الخطرات ديكا اللي كيبقاو ديكا ايزولي اللي كيكونوا. والله يا خويا شوف ديونا على شي طبيعه وخليونا مع شي بيروك بحال هذا. كوكو. الو 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 السلام عليكم. السلام عليكم. في غادي في غادي في غادي في غادي كوكو. يلا رجعوا يلا لا اجي صافي. رجع من تما. كضحك ضحك كوكو. فين في غادي سبحان الله العلي العظيم. شوف راه ربي كبير، شوف اش كيخلق في الكون ديالو سبحان الله. وشوف مع من حنا عايشين يعني عايشين والله حشمت يعني تلفت شي لفظ نولي واخد عليه شي ذنب ولا شي حاجه، الله يرد بينا وصافي. خبر اللي كتنتظروا كاملين هو عمر طليق رجاء يكشف سبب الطلاق وحقيقة الخيانة الزوجية وكيف كانت تعرف. والزواج يعني الامر طويل شويه، ولكن حنا غادي نختصروه باش ما يكونش عاوتاني واحد الملل من طرف المتابع او المشاهد الكريم. نرجعوا عامين اللور داكوغ. كنعاود لكم بحال القصه هذه عامين بالضبط. الناس اللي كانوا متبعيني كانت توفات لي الوالده الله يرحمها في نفس السيمانه اللي تقطعت ليا فيها يدي في واحد لاكسيدون داكور. دونك نقدر نقول لكم انني دوزت اكفس اكسبيريونس يقدر يدوز منها الواحد زعما بالنسبه لي انا ما كاينش بيغ. دونك حتى شي حاجه ما بقات كتاثر عليا من بعد. من مورا ما توفات الوالده الله يرحمها وتقطعت لي يديا دازت 2 سيمين تعرفت على رجاء. انا ما عنديش اختي فهمتي، والوالديه كانوا مطلقين. دونك عشت ما شداش عيتو
ومن بعد كنت بوحدي. باغ كونسيكون انا ما قدرتش نعيش بوحدي، دونك خاصني باغي نكمل ديني، بغيت نتزوج فهمتي، ما بغيتش نبقى عايش في الحرام ايتو، دونك بغيت نتزوج. داكشي علاش تعرفت ما تعرفتش على رجاء، عجباتني بزاف. المهم كندير داك الكونتوني ديال البنت الولاد وهذا، ما كنت كندير هذاك الشيء. انا قدامك اللي كيهمني الكومبورتمون ديالها معايا اللي كان فريمون زوين بزاف بيريود. ولكن واخا كما فهمتي قلنا ماشي مشكل، كاين الحب حاجه فريمون، كان واحد الحب كبير، كان واحد لاتاشمون كبير بزاف. انا راه ما كنفيق بها وكنعس بها، كان فريمون ان اتاشمون كبير. هذاك الشيء علاش انا قبيلات مني بالي داك البوست ديالها بصيفطوا ليا ايتترا انفعلت، حيتاش راه واخا طلقت هادي دابا 2 موا راه لي سونتيمون باقيين. راه صفر، راه انسان راه تعاشرو غير واحد المده قليله ولا عز عليك ولا شي حاجه، راه اون فوا راه غادي تبقى عنده واحد بلاصه، هذيك كتسمى بلاصه مكانه في القلب ديال الانسان. يعني راه ماشي واحد كينساير هكاك، دونك سي نورمال انني راه نقدر نقراص نفاعل حيت لي سونتيمون كيبار، مي انا في عقلي فهمتي سي بون، راه هي عاودت حياتها وانا عاودت حياتي. داكشي علاش ما عجبنيش الحق، نقدر نكون مفاعلت، نقدر نكون زربت، ما كانش خصني ندير داك لاكت. المهم رجع صافي تزوجنا، وبقينا بحال هكاك مدة عام ونص. المسائل اللي كانوا اللي زعما اللي بسببهم باش حنا طلقنا في الاخر، انا ما غاديش نعاود على حتى شي حاجه. اللي نقدر نقول داكوغ هو اننا ما كنتفاهموش، انا عقليه، انا كابا في الرباط، هي عقليه، هي كابا في وجده، سي دو مونطاليتي ديفيرونت، ما كنتفاهموش. اليوم مزيانين غدا دابزين، اليوم مزيانين غدا دابزين. هي كاركتير ديالها صعيب بزاف، حتى انا فيا بزاف ديال لي ديفو، نقدر نكون انا اللي غلط، تقدر تكون هي اللي غلطه، داكشي كيبقى ديال لو كوبل، ماشي سوق حتى شي واحد. حيت بنادم كيبقى يصيفط ليا بزاف شنو السبب طلقتو، بنادم ما كيعرفنيش كاع، كيجيني الزنقه كيقول لي علاش طلقتو، ماشي سوق. على داوي يعني الثقافه بنادم مشبعان الثقافه، شبعان جهل اكثر من شبعان ثقافه بنادم فهمتي. انا الا شكيت كنشكي على صحابي فهمتي، وكنشكي باش نلقى الحل، ماشي كنشكي حيت بغيت نشكي، مي كنت كنشكي باش نلقى حل، باش انني نحافظ على زواجي. انا ما عمري كنت باغي نطلق، باش نكونوا فرا، باش مشوش غالطين. وهذيك الهضره اللي كدور ديال الخيانه، انا ما عمري خانت ديك السيده، تظلمت وتختارعات قصه في ظهري. اييه واخا انا درت اخطاء، ولكن الخيانه ما كايناش. داكوغ الله يرضي عليكم، ما تبقاوش تيقوا اي حاجه كتشوفوها في السوشيال ميديا. دوزنا بزاف ديال الحوايج زوينين، وانا كنعترف بكاع داكشي اللي دارت على ودي ديك المراه، وانا عارف ان صعيب نلقى شي مراه اخرى اللي غادي دير على ودي داكشي. ولكن كيف قلت قبيلات، لكن العقليات راه لا يمكن انا انفعالي بزاف، تستوستيرون كتاثر عليا بزاف، داكشي التستوستيرون كتجبد لي مشاكل خايبه، حتى انا عندي مشاكل بسيكولوجيك، دونك ما يمكنش فهمتي. اللهم كل واحد يشد طريق ديالو. ومن واحد الناحيه الصراحه راه معقوله، يعني الانسان الا ما كانوش مفاهمين من الاحسن كل واحد يشد طريقه وكل واحد يعيش حياته. غادي يبقاو يدابزو، غيبقاو يتضاربوا، غادي يوليو فشي كارثه. دابا غادي ندوزو مع الكارثه العظمى اللي دايره روينه. هويا مستار عائشه اللي حاليا يعني نضوا لها جمعيات، حطت بها شكايه وهي مقبله على السجن. كيفاش غدير مسخوطه الوالدين وهي حامله؟ يلا نشوفوا اش كاين. ضرنا في قلبنا وضرنا في خاطرنا، فالشكايه الاولى حطيناها، الثانيه حطيناها، الثالثه حطيناها، وهي دار المشكله انها كتنقل من دار لدار. كوني عاقله عائشه الصريدي، غتاخدي الجزاء ديالك في حق دوك الاطفال اللي داك المعاناه اللي كيعانيو معاك. كوني على يقين داكشي اللي كديري للوليدات كلشي مسجل، وكلشي نزل عند وكيل الملك وعند وكيل العام. خلي يد العنف ضد الاطفال كل ما درتي. واش السيده كتهرس التلفزيون وكتلوحو شويه غيطيح البيبي، شويه ما يطيح البيبي، الو حنا غنسكتو؟ وراه هذاك بلا ما يطيح على البيبي ولا شويه ما يطيح عليه، ولا غير هذاك العنف اللي كيشوفوا الوليدات في حد ذاته، هذاك راه عنف نفسي. دابا هاد الوليد دابا اللي هو سميتو الريان، دابا اش واش شخصيه كتهيئ فيه؟ كيفاش غيواجه الاصدقاء ديالو في المدرسه؟
باش تعرفوا دابا هادو ايام راه ما ذكيه ما والو. هادي اللي كتبات ستوري تاهي راه مكلخه، اما ما ذكيه ما والو. انسان عندك قناه كتدخلي منها واحد الرزيق، الناس كيتعاونوا معاك كيصيفطوا لك مصاريف على قبل وليدات، يعني عطا الله. شوف انسان، راه حنا من الاول ديال الفيديو بدينا، راه ثقافه، راه الا دماغك فيه ثقافه راه غادي تكون عندك ثقافه، وغتعطي ثقافه وغتربي ولادك على ثقافه، وغيكون الامور حداك كلها متقفه، يعني الكل حداك واعي. ما لا ما صراحه اذا كان حياتك جهل والام جاهله والاب جاهل والولاد تا هما راه بطبيعه الحال غادي يكبروا جاهلين، والام راش غادي تزاد بها غير الجهل. غادي يكون عنيف هاد الوليد. كيفاش هاد الوليد غادي يكون وكيفاش غتكون المعنويه غتنمر عليه. هي كتبني التنمر لولادها، كتبني واحد المستقبل ديال التنمر ديال ريتاج وديال ريان وديال لو بيبي وديال داكشي اللي جاي في كرشه. ف كافه من هاد البساله. 800 درهم اللي خلصت، داروا لي غير التلفازه ما قلبونيش كاع. المهم كنشكركم على المشاهده، كنشكركم على اللايكات، كنشكركم على المسانده ديالكم، كنشكركم على المتابعه ديالكم. شكرا بزاف 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 بزاف. هذا المقطع انا كنت غادي نحطو البارح، لكن ملي شفت الفيديوهات كما كتشاهدوا في الصوره، مش فيديوهات باقي ما وصلوش يعني ال1000، قلت خلي حتى يوصلوا ال1000 وديك الساعه عاد نحط هذا الفيديو باش ما نزربش عاوتاني وما نزربش عليكم يعني بالافكار، وما نزربش عليكم عاوتاني بالمحتويات، باش نبقاو غادي متبعين المسيره ديالنا بشويه بشويه. اخواني اخواتي، وصلنا لنهايه المقطع، كنتمنى يكون راق اعجاب ديالكم. ما تنسوناش لايك سبسكرايب بارطاج. تلقاو في مقطع اخر. ليتس جو ان شاء الله.